اهم فيديو هتسمعه في سنة 2023 ازاي بقى تنجح في السنة دي وتبقى احسن سنة في حياتك. اول حاجة، سامح نفسك على اخطاء 2022. عايزك تجيب سنة 2022 دي كده وتمسك الاحزان كده وتتصالح مع كل الاحزان اللي كانت في حياتك. كل البلاوي الزرقاء اللي انت عملتها في سنة 2022 لازم تتصالح معاها. اول حد لازم تتصالح معاه هو ربنا. عارف ليه؟ لأن ربنا هو أكتر حد أنت أخطأت في حقه، أكتر حد هو قال لك ما تعملش الحاجات دي وأنت عملتها، وقال لك اعمل الحاجات دي وما عملتهاش. صلوات كتير ضيعتها، يعني بص غلطت في حق ربنا كتير قوي قوي. فلازم أول حاجة تتسامح وتستغفر ربنا عن كل اللي حصل في السنة اللي فاتت دي. تاني حاجة، تتصالح مع الناس. كل حد انت اتخانقت معاه، كل حد انت عملت معاه مشكلة، كل حد انت شتمته واهنته وجيت عليه وظلمته، لازم تتسامح مع الناس دي. رقم 3، تسامح مع نفسك. لازم تتسامح مع نفسك بكل اخطائها وبكل عيوبها وبكل الحاجات اللي انت ارتكبتها في سنة 2022، بحيث بقى لو انت ما سامحتش نفسك على اللي انت عملته في سنة 22 هتلاقي المشاكل بتاعت 22 بتصب في 2023 ومش هتخلص من المشاكل. الحاجة التانية، لا تتوقف ابدا على التطوير من نفسك والزيادة فيما أنت عليه. ربنا كان دايما يقول لسيدنا محمد وقل ربي زدني علما، يعني كل حاجة أنا عليها زودني منها. سيدنا محمد عنده علم كبير لكن ربنا يقول له زدني. فحضرتك كمان شوف إيه اللي عندك وزود ما أنت عليه من اللي عندك. ولو ما عندكش حاجة وما انتش لاقي نفسك، طور نفسك في مجال الكورسات. شوف ايه اللي انت محتاجه في مجال الكورسات. مثلا اتعلم ادارة، مهمة جدا، اتعلم تسويق، اتعلم مبيعات، اتعلم خدمة عملاء، اتعلم انجليش هيفيدك قوي قوي، اتعلم السواقة. كل الحاجات دي والله اللي هتحتاجها في حياتك، بص لا غنى عنها في الحياة. فطور نفسك في الحاجات دي واقرا كتاب جديد، احضر كورسات جديدة في المجال بتاعك. لا تتوقف ابدا عن التطوير من نفسك ولو بمعلومة كل يوم، كل يوم معلومة بس. لكن ما ينفعش اليوم يبقى يعدي يبقى شكل التاني والتالت وكل الأيام زي بعض. هتصب بالإحباط وهتصب بالملل واليأس والكسل. رقم 3، الفلترة. وركز بقى كده معايا، تعالى لي كده، تعالي. الفلترة في كل حاجة في حياتك. عايزك تجيب تليفونك وتشوف مين الأسماء اللي موجودة على التليفون، الناس اللي انت مسجلها عندك ولا بتكلمهم ولا هم بيكلموك ولا بتعبروا بعض بقالكوا سنين. شيل، نظف كل الأسماء دي، شيل الناس اللي انت مش محتاجها ومش هتضيف لك حاجة في حياتك. تاني حاجة، هات لي السوشيال ميديا بتاعتك، الفيسبوك، الانستجرام، اليوتيوب، التيك توك، كل حاجة، وشوف مين الناس اللي انت متابعها والناس دي الى الان لا بتضيف لك قيمه ولا بتضيف لك اي حاجه، واعمل انفولو ان لايك وشيل السبسكرايب اللي انت عامله للناس دي، لان الناس دي مش هتفيدك. فلتر. عايزين السنه دي تبقى سنه ازدياد، عايزين السنه دي تبقى سنه خير وسنه معلومات وسنه راحه نفسيه. رقم 3 ودي اهم حاجه، نظف صحابك اللي ملهمش قيمة في حياتك خرجهم. كل واحد علمك ازاي تشرب سجاير، كل واحد علمك ازاي تشقط بنات، كل واحد علمك ازاي تخش على مواقع اباحية وتعيش يلا وانبسط. الناس دي دمرت لك 2022، الناس دي اتبهدلتك بمعنى الكلمة. هات كل واحد وقول له انت دمرت لي حياتي، مش قدامه طبعا ولكن من قدام نفسك، انت بوظت لي حياتي، ما ينفعش ان احنا نكمل مع بعض، وانت كمان وانت. وفلتر الصحاب فعلا اللي مش بيضيفوا لك اي قيمة موجودة في حياتك. رقم 4، اكتب كل الاهداف اللي انت نفسك تحققها، لان كل هدف انت هتكتبه والله لا يتحقق. اكتب كل حاجة تخطر على بالك وهساعدك في حاجة زي دي. يعني مثلا لو انت عايز تتجوز ولا حاجة، اكتب الخطوبة، وحضرتك برضو اكتب الخطوبة. لو انت عايز تشتغل اكتب الشغل، لو انت عايز تشتغل بسعر اعلى من اللي انت كنت عليه في مكان تاني، اكتب عايز اشتغل بسعر اعلى فيما كنت عليه في مكان تاني. اكتب عايز اخد كورسات كتيرة في المجال بتاعي، اكتب هقرا مجموعة كتب كتيرة في المجال بتاعي. اكتب الجيم وعايزك تعمل فورمة بقى، ما ينفعش يبقى جسمك مليان دهون وحضرتك انت كمان ومش لاقيين مقاساتنا في المحلات وبنلبس من مقاسات خاصة او تفصيل ما ينفعش. اكتب الفورمة، معاك سنة تعمل فيها احلى فورمة وانت كمان تعملي احسن فورمة. اكتب خروجات، سفر، اكتب كل ده. انت عارف اللي انت عملته ده والكتابة اللي انت بتكتبها دي حاجة اسمها النوايا.
فربنا بيحقق النوايا. اي نية انت بتحطها في قلبك ربنا بيحققها لك. هتبص تلاقي في اخر السنة للورقة اللي انت كتبتها دي اكتر من 70% من الحاجات اللي انت كتبتها دي اتحققت. ازاي؟ مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا، بس انت حطيت الاهداف وحطيت النية، فربنا هيكرمك في الاخر. الاربع نصايح دول خلي بالك منهم قوي 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 قوي، لان هيعملوا لك نقلة وطفرة في سنة 2023، وهتبقى سنة خير وازدياد ووسع وكرم من ربنا كبير قوي قوي قوي.